ولكن أعظم هؤلاء الأعداء وأشدهم وأكثرهم شرا من ذكرهم الله عز وجل، في أكثر من 340 آية في كتابه سبحانه وتعالى. من ذكرهم الله عز وجل في السور المدنية في أكثر من 17 سورة من 30 سورة. من ذكرهم الله عز وجل في أول سورة وأطول سورة في القرآن بعد فاتحتها، بعد أن ذكر المؤمنين في 4 آيات ذكر هؤلاء في 13 آية. هؤلاء هم المنافقون عباد الله، الذين هم أكثر الأعداء شرا وأشدهم خطرا، لأنهم ينخرون في الإسلام وأهله من الداخل ويعينون الأعداء لهدم هذا الدين وقتال أهله. ولذلك فإن الله عز وجل وصفهم بالعداوة وحصر العداوة بعظم خطرهم وكبير شرهم. يتزلفون بالأقوال المجملة وبالألبسة والأجساد المزينة، ولكن في قلوبهم من الحقد الدفين والعداء لأهل هذا الدين الشيء العظيم، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. تأمل قوله سبحانه: هم العدو فاحذرهم، أي كاد الأعداء ألا يكونون شيئا مع عداوة هؤلاء وعظيم خطرهم وشدة حقدهم.